قناة المفاجأة تقدم مفتاح الإشارة، السر الخطير بين المهدي وصحابي مصر. إن روائع الشعر لا ترد القدس السليمة، ولا ترد بالصراخ وراء الميكروفونات، ولا استجداء العون من غرب أو شرق، وقبة الأقصى الجريحة الكئيبة ستعود في زمن المهدي الآتي لا محالة. فالقدس ستحرر من أيدي اليهود على يد جيوش إسلامية عارمة، وهي مشعل الشرارة في أفئدة الأمة الإسلامية جمعاء. وليس العرب فقط، تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب في إيلياء، فإن إيلياء بالكسر اسم مدينة القدس حسب ما جاء في كل المعاجم، وكذلك في مخطوطة بن حماد نجد فيها ما هذا نصه: ينزل خليفة من بني هاشم يملأ الأرض قسطا وعدلا، يبني بيت المقدس بناء لم يبني مثله. أما أهل مصر فإنهم سيدخلون القدس تحت قيادة صاحب مصر الذي يمهد للمهدي سلطانه في القدس، فإن الله سوف ينجز لهم مواعيدهم ما داموا في سبيل الله مرابطين. فقد جاء في أحد النبوءات: جند مصر يكسرون رقبة إسرائيل الكذاب ويثقبون السد في الأرض المباركة، لما قادهم أحمد وصدق محمد. وجرب النعجة أن يكون أسدا وتنفصم عرى بيوت العرب، ويبصق بعضهم في وجوه بعض، وألسنتهم تكون نارا على بعض، في رق منشور يفرح له قلب إسرائيل ورأسها. وكذلك جاء في سفر أشعياء هذه الرؤية العالمية الشاملة لمستقبل يضم كل البشر في ذلك اليوم. جاء فيه: تكون سكة من مصر إلى آشور، فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الآشوريين. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولآشور. بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يد أشور وميراث إسرائيل. فمصر هي الجناح الأيمن للمهدي، ويسميها اليهود عدوهم الذي بالجنوب، وبشرهم الله بدخول القدس على يد الممهد للمهدي. إذن فخروج المهدي إحدى علاماته توجه صحابي مصر نحو القدس، وهو مفتاح الإشارة لظهور المهدي الذي يكون مبعثه الغضب الناري على إسرائيل وطغيانها. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ومن الغريب جدا أن نرى بعض الباحثين يروجون لفكرة أن مرتي الإفساد المذكورتين في هذه الآيات قد وقعتا قبل الإسلام، معتمدين على شبه الإجماع
بين علماء التفسير، مع أنهم لو عاشوا المفسرون حتى وقتنا الحالي لراجعوا أنفسهم بلا شك. فالحقيقة أن العقوبة الأولى وقعت في تاريخهم القديم بتدمير المدينة وخراب هيكلهم وسبيهم عبيدا غاية في الهوان. أما العقوبة الثانية ستجيء وستكون على أيدي المسلمين عندما يعودون إلى إسلامهم مجددا. وقد فسر العياشي قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بأنه المهدي وأصحابه أولي بأس شديد، فهم كتائب راسخة الإيمان والعقيدة، وسوف تطل بالمصحف من عهودنا البعيدة بفهم مستنير لا تزمت ولا سوء تفكير، وسوف تهرب الجرذان والثعابين إلى جحور الظلام الدامس. فالقدس الشريفة ليست مدينة الحاضر الدامي فقط، بل هي منطقة المستقبل، ودموع اليهود فيها هي ثروتهم الأخيرة قبل نهايتهم العجيبة القادمة لا محال بعد زمن يمتلئ بتأوهاتهم، وتمشي أيامه فوق عذابهم وذلهم بعد مطحنة حقيقية للدم. وقد ظهرت العلامات أوضح من نور الصبح. فاليهود أنفسهم سوف يضعون تابوت دولة إسرائيل المزعومة، فعلو اليهود الثاني الآن ملحوظ للغاية، وسيطرتهم الإعلامية الأخطبوطية التي رمز القرآن الكريم إليها بعلو النفير، وكذلك الإمداد والدعم المادي الهائل المتدفق لهم، والهجرات المتوالية له من مصداقيات القرآن الكريم، حيث التوقيت القدري الحالي بدأ يدخل في مراحل خطيرة ستنعطف الأحداث إليها مع ظهور رجال القدر. فالويل كل الويل لإسرائيل يوم تتمادى في إهانة القدس. فأكثر اليهود بفلسطين سواء بنو إسرائيل الأصلاء الذين بها أو اليهود الخزر وغيرهم سيبادون وسيتعرضون لكارثة الانتقام الإلهي أو نفاذ القضاء فيهم، على حد تعبير نبيهم أشعياء. والأقلية التي فيها صلاح منهم من يروح في هذه الواقعة، وأكثر هذه الفئة بالذات يبقى ليؤمن بالله وسيدنا وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أنزل إليه، ولا يتخذون من دون الله وليا يستعزون به لعلو إيمانهم الجديد وسموه إلى حد عدم الاعتزاز حتى بالذي غلبهم، لأنهم يرون يد الله من ورائه فيحسنون الإيمان. يقول ابن حجر: يظهر على يد المهدي تابوت السكينة من بحيرة طبرية حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس، فإذا نظرت إليه اليهود أسلمت إلا قليل منهم. المصدر: الحرب العالمية الثالثة، عبد الناصر مدبولي. وفي موضع آخر أنه يستخرج تابوت السكينة من عند إنطاكية، وإن الأصفار التي يستخرجها يحاج بها اليهود والنصارى فيدخل في الإسلام على يديه جماعة منهم. فالمهدي رجل سلام من الطراز الأول إلى شعوب العالم، لكنه نقمة على الكافرين الملحدين السفهاء الذين يحوكون المؤامرات والعدوان ضده.